الست المنقبة اللي قدامكم في الفيديو ده اتعرضت لاعتداء وإهانة كبيرة جدا على إيد بعض الناس اللي اتهموها إنها بتخطف أطفال وبتديهم حقنة عشان يغمى عليهم، بعد ما الطفل استنجد بأبوه لما شاف الحقنة معاها وهي راكبة جنبه في التوك توك. الحكاية فعلا غريبة وتفاصيلها حزينة لما تعرفوا اللي حصل لها على إيد الناس لحد ما وصلت اسم الشرطة وتم القبض عليها من رجال الشرطة اللي استجابوا لبلاغ من الأهالي إنهم قبضوا على ست منقبة بتخطف الأطفال. الست دي خرجت الصبح من بيتها المتواضع في إحدى قرى منفلوط بأسيوط رايحة شغلها زي كل يوم في مستشفى منفلوط المركزي، وشايلة في شنطتها أغلى ما تملك وهي حقنة الأنسولين اللي بتنقذها وقت ما السكر بينهار عندها، وده لأنها مريضة سكر. السيدة المنقبة ركبت التوك توك والسواق كان معاه ابنه الطفل، وكان مقعده جنبها في الكرسي الخلفي طفل عنده أقل من 10 سنين. الست وهي بتطلع من شنطتها فلوس عشان تحاسب سواق التوك توك خرجت من الشنطة إبرة الأنسولين اللي كانت سبب في تحويل اليوم ده لجحيم بالنسبة لها. الطفل أول ما شاف الحقنة صرخ واعتقد إن الست هتديه حقنة، وهنا بدأت المأساة. السائق وقف التوك توك فجأة وبدون ما يسأل أو يعرف السبب شد الشنطة من الست وفتشها ولقى فيها فعلا الحقنة. جن جنونه هو كمان، لأنه من كتر الحاجات اللي بنسمعها عن خطف الأطفال وحقنهم بمادة منومة جه في باله على طول إنها كانت هتعمل كده مع ابنه رغم إنه موجود معاه في التوك توك. الأب صرخ هو كمان ودفع الست بره التوك توك وظل يصرخ فيها ويوجه لها السباب والشتائم، وطبعا الناس في الشارع مش هتوصيهم. لما عرفوا إنها كانت عايزة تخطف ابنه ومعاها حقنة في الشنطة نزلوا فيها ضرب وتجريح، وحاولوا كمان يقلعوها النقاب، والست في صدمة كبيرة ومش عارفة تتصرف ولا تعمل أي حاجة، وعمالة تبكي وتقول حرام عليكم، دي حقنة الأنسولين بتاعتي، أنا مريضة سكر، دي أدوية والله أدوية، لكن لا حياة لمن تنادي. واحد اتصل بشرطة النجدة الحقونا، احنا مسكنا ست حرامية بتسرق الأطفال ومستخبية في النقاب. الشرطة جت سريعا وتم إلقاء القبض على السيدة المنقبة في الوقت اللي الإهانات من الناس موقفتش والضرب والاعتداء. في النهاية ركبت بوكس الشرطة وراحت على الاسم. تحقيقات أثبتت إن الست بريئة وإنها لا تحمل إلا دواء وهي مريضة سكر، وتم إخلاء سبيلها وهي مكسورة الخاطر مصدومة بسبب اللي حصل لها غير مستوعبة لقسوة البشر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا المسؤولين في المحافظة برد اعتبارها وتكريمها من قبل المحافظ ومدير الأمن ومدير مديرية الصحة عشان يطيبوا خاطرها ويردوا كرامتها.